السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. النهاردة هنتكلم عن مباراة نادي أتلتيكو مدريد ونادي ريال سوسيداد اللي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب نادي أتلتيكو مدريد، وهو ملعب واندا متروبوليتانو. المباراة دي في الأسبوع التاسع من الليجا الأسبانية. المباراة دي انتهت بفوز نادي اتلتيكو مدريد على نادي ريال سوسيداد بنتيجة 2-1. نادي اتلتيكو مدريد لعب بطريقة 3-5-2، اما نادي ريال سوسيداد لعب بطريقة 4-4-2. ابتدى نادي اتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من اوبيلاك في حراسة المرمى، خط الظهر 3 اسبليكوينتا وفيتسل وهيرموسو. لعب بخمسة في نص الملعب، مولينا وماركوس يورنتي وكوكي وديبول وسامويل لينو. اما في الخط الهجومي فلعب باتنين، لعب بانطوان جريزمان شادو سترايكر، ولعب بالفارو موراتا سترايكر صريح. اما تشكيل نادي ريال سوسيداد فابتدى المباراة بتشكيل مكون من أليكس ريميرو في حراسة المرمى، خط الظهر 4 هاموراي تراوري وزوبليدا وروبن لي نورماند وايهن موندوس. لعب بأربعة في نص الملعب، برايس مينديز ومارتن زوبي ميندي وميرينو وبارنشا. لعب باتنين في الخط الأمامي، تاكيفو سابا كوبو و اوريا رازابال. ابتدى المباراة بضغط كبير جدا لأصحاب الأرض والجمهور وهو نادي أتلتيكو مدريد. ففي الدقيقة 22 كورة كده ل كوكي في نص الملعب، يلعبها لونج باس ناحية الشمال لسامويل لينو اللي يدوس على كورته ويدخل داخل منطقة الجزاء ويحطها على يمين حارس نادي ريال سوسيداد في الزاوية الضيقة، محرزا الهدف الأول لنادي أتلتيكو مدريد، ليتقدم نادي أتلتيكو مدريد على نادي ريال سوسيداد بعد 22 دقيقة. بعدها استمر الضغط لنادي أتلتيكو مدريد. يمكن جت فاول من ناحيه اليمين على حدود منطقه الجزاء كده لكوكي. كوكي كان على التنفيذ، عمل انه هيلعبها عرضيه داخل منطقه الجزاء، ولكن ضحك على الكل وحطها ارضيه على قوس ال18 لديبول القادم من الخلف للامام، ويحطها قنبله تضرب في القائم الايسر لحارس مرمى نادي ريال سوسيداد أليكس ريميرو، ويضيع معها الهدف الثاني لنادي أتلتيكو مدريد. ومعها تنتهي أحداث الشوط الأول والنتيجة تقدم أتلتيكو مدريد على نادي ريال سوسيداد بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني ابتدى يضغط مرة أخرى نادي أتلتيكو مدريد، وكان مقفل كل المساحات على نادي ريال سوسيداد اللي كان بيلعب على سلاح المرتدات. يمكن فاول كده كان من ناحية الشمال لنادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 46، دخل على التنفيذ أنطوان جريزمان، يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء تعدي من مدافعي ريال سوسيداد كلهم، وتروح على الناحية العكسية ناحية اليمين لفيستل
اللي فاضي تماما، ولكن يحطها ببطن رجله في القائم الايسر لحارس مرمى نادي ريال سوسيداد اليكس روميرو، وتخرج الكوره، والكوره دي كانت كفيله بالهدف الثاني لنادي اتلتيكو مدريد. في الدقيقة 65 نادي اتلتيكو مدريد نادي ريال سوسيداد اجرى تغيير مهم جدا بخروج تاكيفوسا كوبو المهاجم رأس الحربة، ونزول كارلوس فرنانديز رأس حرب آخر، ولكن بنزول كارلوس فرنانديز يمكن يمكن نشق كده الناحية اليسرى لنادي ريال سوسيداد، اللي كان بيلعب زي ما قلنا لحضراتكم انه بيلعب على سلاح الهجمات المرتدة. وبالفعل نجح نادي ريال سوسيداد انه يحرز هدف التعادل في الدقيقة 73. يمكن كورة كده اتعملت ناحية الشمال ل كارلوس فرنانديز، اللي لسه بنقول كان نازل في الدقيقة 65. بص الناحية التانية لقى متحرك في الناحية العكسية ميكل اوريا رازابال، اللي استلمها بشبه انفراد كده، يدوس على كورته ويدخل منطقة الجزاء، يطلع عليه الحارس اوبيلاك، ولكن يحطها على يمينه محرزا هدف التعادل لنادي ريال سوسيداد. ليتعادل نادي ريال سوسيداد مع نادي اتلتيكو مدريد بعد حوالي 73 دقيقة من احداث المباراة. بعدها استمر الضغط الكبير جدا لنادي اتلتيكو مدريد. يمكن انطوان جريزمان اضاع كوره، وديبول اضاع كوره برضو وصدها الحارس، وكان في كوره قريبه جدا يمكن اتشاطت من ناحيه اليمين كده من ديبول، ردت من الحارس، وكان بيعمل فولو عليها مراتا، ولكن حطها برأسه فوق العرض. حتى جاءت الدقيقة 86 وكورة يمكن داخل منطقة الجزاء لنادي اتلتيكو مدريد لأنطوان جريزمان، اللي يشوطها ببطن رجله كده على شمال الحارس، ولكن تيجي في ايد المدافع اللي كان اترمى على الكورة على الارض، ولن يتردد الحكم في احتساب ضربة جزاء لصالح نادي اتلتيكو مدريد. دخل على التنفيذ انطوان جريزمان، وبالفعل يرمي الحارس ناحية اليمين ويحطها هو ناحية الشمال، وليتقدم نادي اتلتيكو مدريد على نادي ريال سوسيداد 2-1 في الدقيقة 86. وبعدها استمر يمكن محاولات كده من نادي ريال سوسيداد، ولكن نادي اتلتيكو مدريد كان عمل دفاع كومباكت وقدر انه يقفل كل الثغرات في خط ظهره، وبالفعل ينتهي المباراة بفوز نادي اتلتيكو مدريد على نادي ريال سوسيداد بنتيجة 2-1. بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي اتلتيكو مدريد إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وبكده يتقدم في جدول ترتيب الليجا الأسبانية. عندنا الترتيب الجدول، عندنا ريال مدريد في المركز الأول برصيد 24 نقطة من 9 مباريات. المركز الثاني عندنا جيرونا 22 نقطة من 9 مباريات. عندنا في المركز الثالث نادي برشلونة 21 نقطة من 9 مباريات. عندنا نادي اتلتيكو مدريد 19 نقطة من 8 مباريات. وعندنا نادي اتلتيك بلباو 17 نقطة من 9 مباريات.
طبعا نادي اتلتيكو مدريد ليه مباراة مؤجلة، لو قدر ان هو يفوز بيها هيصل الى النقطة رقم 22 ويتساوى مع نادي جيرونا في النقاط في المركز التاني. دي كانت اخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.